اهلا بكم. ملخص سريع عن المباراة. بعد شوية هننزل حلقة تانية كاملة ان شاء الله فيها الحالات والتفاصيل اكتر. اسباب خسارة الزمالك، اللعيبة باين عليها الضغط، مش انها تكسب الاهلي، لا انها تحافظ على الدوري. كان باين قوي في اداء كل التحركات وكل اللعيبة وخصوصا ناصر منسي. نص ملعب الزمالك ما كانش عارف يعمل التحولات، اخطاء دفاعية كارثية واخطاء دفاع كارثيه في نص الملعب، سواء كان من شحاته وحسام او حسام عبد المجيد او الونش في الدفاع. كابتن معتمد جمال بدا المباراه بتوظيف غريب. 25 دقيقه لعب بعدي دباغ ناحيه اليمين وبازيرا ناحيه الشمال، وده كان غريب جدا. تغييراته كانت اغرب، خصوصا تغييره عبد الله السعيد في الدقيقه 70. مصدر التحولات والوحيد اللي بيعمل التحولات، انت سحبته من الملعب. معظم التبديلات كمان اللي حصلت، اللعيبه اللي نزلت ما قامتش بالادوار او التاثير. شحاته، منسي، بازيرا، عدي، شيكوبانزا كانوا بره الخدمه تماما. نروح بقى للي يخص النادي الاهلي. اسباب مكسب النادي الاهلي، اول حاجه منع تحولات نادي الزمالك، قفل الملعب، هو اللي كان بيعمل تحولات. الاهلي عمل ضغط عالي على فترات طول المباراه، نتج عنها هدفين. استغل كل الفرص والاخطاء اللي حصلت من دفاع ونص ملعب نادي الزمالك. نص ملعب النادي الاهلي كان قريب وكان بيهد كل التحولات بتاعت نادي الزمالك زي ما قلت. ساعد في ده الزياده العدديه اللي كان عاملها الشحات وتريزيجيه وبن شرقي، اللي كانوا بينزلوا جوه نص الملعب وكان وراهم مروان وامام. دفاع النادي الاهلي هو كلمه السر النهارده، لانه كان بيلعب خمسه في وقت هجوم الزمالك واربعه طول المباراه. طاهر كان ليه ادوار انه راجع باك يمين ويدخل بيكهام قلب دفاع ثالث، فكان بيقفل خط دفاع الاهلي، وكان كمان بيساعد في الزياده العدديه في نص الملعب. شحات، مروان، عطيه، طاهر، بن شرقي ابرز لعيبه النادي الاهلي، وخصوصا بن شرقي. زي ما قلت استنوني في حلقه قويه جدا هيبقى فيها تحليل بالارقام وبالصور وبالفيديوهات. شكرا لمتابعتكم.